هعمل معاكم دلوقتي اكتر وصفه كلنا بنحبها في رمضان وهي البقلاوه. هنعملها بهاند بلندر رافال 8 في 1 1200 واط. ده مجروش مش عايزاه مطحون باودر، فهفك الهاند بلندر، احط العين الجمل، ابتدي اكسره. هضربه دلوقتي على سرعه متقطعه عشان زي ما قلت لكم عايزاه مجروش بس. خلاص كده وصلت للمرحله اللي انا عايزاها في الطحن. هحط دلوقتي عليها معلقه سكر، ودي اختياريه، حابين تحطوها حطوها، مش حابين براحتكم. دي لما بيدخل الفرن كده وتسيح معاه وتكرمل بتبقى طعمها حلو جدا. هنقلبه كده مع بعض مره كمان. بس كده خلاص. هنبدا نعمل بقى ورقات البقلاوه دلوقتي. انا بلفها في فوطه علشان تنشفش طول ما انا شغاله. خلاص انا هجيب الورق العادي الحجم اللي احنا متعودين عليه واقطعها بالسكينه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما قطعناها نصين كده الورق، هبتدي اقطعها كمان ربع، لان انا عايزه القطعه تبقى حجمها صغير كده تتاكل كده مره واحده. تمام. هبتدي بقى الفها على الستيكس دي بتاعه الشيش طاووق. واضغط عليها كده شويه عشان بس واقفلها كده. هي هتثبت معاكم بسرعه جدا عشان تبقى في الاخر بالشكل ده. بس هنرصها بقى في الصينيه، نحط عليها السمنه. بعد ما شكلنا كل الجلاش هنحط عليه دلوقتي السمنه. نحط بقى كميه محترمه كده من السمنه عشان تبقى مقرمشه ولونها ذهبي. وهنبتدي دلوقتي نحط فيها حشوه عين الجمل اللي احنا ضربناها في الهاند بلندر. انا بس هحط من جوه، متستغربوش هنسويها فيه وهتبقى طعمها حلو قوي. ونقدر نسويها كمان من غير مكسرات ونحط جواها كريمه، نحط جواها قمر الدين، نحط جواها تمر، اي حاجه انتوا بتحبوها. نحاول على قد ما نقدر بس الحشوه تكون جوه البقلاوه ما تخرجش بره علشان ما تغطيش على شكلها الجميل. وبعد ما حطينا الحشو بتاعه البقلاوه هندخلها دلوقتي الفرن على حراره 180 لمده 15 دقيقه، وهنخبزها في فرن رافال 55 لتر 2200 واط ضمان سنتين. وده شكل البقلاوه بعد ما استوت في فرن رافال. شايفين لونها ذهبي وجميل ازاي؟ هنحط دلوقتي عليها الشربات ونقدمها مع بعض. فرن رافال 55 لتر 2200 واط وضمان سنتين. كده يبقى خلصنا اجمل واحلى بقلاوه ممكن تجربوها، واستخدمنا فيها هاند بلندر رافال وفرن رافال. جربوا الوصفه يا رب تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين.